مساكم خير حبايبي ومتابعيني. اليوم أنا بدولة جديدة، أنا حاليا ببلغاريا وعاصمتها صوفيا. راح أبقى مدة يوم واحد بيها، ناخذ جولة ونشوف هالمدينة. طبعا عندي إجازة قصيرة بس ويكند، فشفت تكت رخيص، حجزت إنه بروكسل على صوفيا. راح أبقى يوم واحد، وباكر إن شاء الله راح أشوفوني وأنا حسافر مدينة ثانية. خليكم بالفيديو، خلينا نشوف سنتر صوفيا وجمال المدينة. طبعا صوفيا عملتهم الليف، فضروري إذا تجي لازم تصرف. أنا حاليا بأشهر شارع بصوفيا اسمه بوليفارد. شارع عبارة عن كافيهات ومطاعم، شارع كلش طويل يمتد سنتر المدينة. أكثر السواح يجون على هذا المكان، حتى أهل المدينة بصراحة عامة يجون هنا يتمشون هواية. الشارع كلش طويل وحلو وبقعدات خارجية، مثل ما تشوفون المنظر قدامكم كلش حلو. مبدئيا صوفيا ما يحتاج أكثر من ليلتين إذا تريد تيجي تقضي بيها، يعني سفرة قصيرة، فيوما بالزايد كلش كافي عليها، ما يحتاج تطول بيها. اكو هواي مدن احلى طبعا اكيد ببلغاريا وخارج بلغاريا احلى من صوفيا، بس انا من النوع اللي احب اشوف العواصم واحب السفر، فصارت لي فرصة، لقيت تكت كلش رخيص، حجزت على صوفيا ورحت. اليوم درجة حرارة تقريبا 29 ل 30 درجة حرارة، مثل ما تشوفون المنظر كلش حلو. هناك كله جبال نهاية الشارع، وهذا الشارع طبعا عبارة عن كافيهات، وهذا بالليل يصير مكان كلش حلو. قاعات خارجية، كافيهات، مطاعم، محلات ملابس، محلات صيرفة. ناخذكم جولة بهذا الشارع، شوفوا جمال المنظر. هناك هم اعتقد اكو مسرح لو سينما، واكو كافيهات خارجية برا. تشوفون المنظر، مكان كلش حلو وكبير، وكل الناس تجي هنا تتمشى وتقعد وتاخذ صور. ناخذكم جولة ونشوفكم. بعد ما تخلص شارع بوليفارد راح يجيك هذا البارك الحلو، بارك كلش كبير، هو اعتقد اسمه ناشونال بارك. شوف الناس موجودة كلش هواية، مكان كلش حلو وبيه نافورات كلش حلوة، يعني تقدر تجي تتجول بيه. مكان نفي كلش حلو، تمشي شوية تشتم هوا نقي. شوفوا العالم كثرة وراي، والجو كلش حار اليوم. صراحة المنظر كلش حلو، المكان روعة. مثل ما تشوفون البارك كلش كبير، تقدر تتمشى بيه وتقعد بيه، مكان كلش حلو. الظاهر كان اكو فعالية مسوين، اما سوق شعبي او كرنفال، بس اليوم مسدود، ما اعرف خلص لو بعد ما مفتوح. بس كملنا هاي الجولة الصغيرة ونتمشى على سنتر المدينة، نشوف شنو بعد شغلات. صراحة صوفيا تعتبر يعني بالنسبة للمدن اللي شفتها مدينة كلش عادية، ما تستاهل انه تجيها يعني تسوي لها سفرة كاملة، بس لو كانت عندك على طريقك وعندك يوم فاضي تقدر تجي تغير جو بيها وتشوفها، اذا انت من محب السفر طبعا. بس كسفرة خاصة عائلية ما انصحك بيها، مدينة قديمة كلش وتعبانة وما بيها هواي اماكن سياحية انه تقدر تشوفها. يفضل تروح غير مدن احلى قريبة على بلغاريا، مثل عندك رومانيا حلوة، عندك هنغاريا احلى بهواي كلش، بودابست. صوفيا بصراحة مدينة كلش بسيطة وقديمة كلش، وما بيها شغلات يعني انه تخليك تنبهر، المدينة كلش عادية. بس ناخذكم جولة نكمل ونشوفكم شنو راح نشوف. انا اشوفكم هنا هاي كنيسة صايرة كلش قديمة، نشوف المباني داير ما دايرها. هناك عرس، جلسة تصوير، مكان نظيف كلش قديم وحلو. هاي هنا ما اعرف شنو هاي البناية، بس مكتوبة بالبلغاري مو واضحة. وهنا اعتقد اكو متحف همين موجود. اخذكم جولة نشوفكم مدينة صوفيا. نصور الشارع ونشوفكم هذا الخضار الحلو. هاي المباني القديمة، اعتقد هاي البلدية لو هم متحف، هي اكثر شي شفت انا هواي متاحف.
وحدائق هواية، عندهم حدائق عامة كلش هواية. طبعا الصعوبة ببلغاريا اللغة، أكثر الأماكن ما مكتوب بالإنجليزي بس باللغة البلغارية، واللغة البلغارية كلش صعبة ما تنقري، يعني تكونها روسية ما أعرف شنو، الأحرف مالتهم كلش صعبة. فأكو مباني بيها بالإنجليزي وأكو مباني ما بيها، بس أكثر من مبنى مثل هذا ما مكتوب عليه أي شيء بس بالبلغاري. أكمل لكم الجولة ونشوف شنو راح نشوف بعد. أخل أشوفكم أنا حاليا وين. أنا هسه واقف قدام أشهر كنيسة موجودة بمدينة صوفيا ببلغاريا، كنيسة ألكسندر نيفسكي. كنيسة كلش قديمة وتعتبر واحدة من أجمل الأماكن الموجودة بالمدينة، معلم سياحي كلش حلو مفتوح على طول الأسبوع. هسه ناخذكم جولة ونشوفكم. أنا أشوفكم الجمال، طبعا من داخل أجمل من الخارج، بس المشكلة ما تقدر تصور، ممنوع تصوير داخل. الزخارف الجوة والمبنية من جوا كلش حلوة، أحلى من الشكل الخارجي. المكان دار مدار الكنيسة كلش حلو، وبيه قعدات خارجية حلوة، مكان يفتح النفس. بس المشكلة ما تقدر تصور جوا، مع العلم الدخولية مجانا، طول الأسبوع مفتوحة من ساعة 9 أعتقد الساعة 7 العصر. بس الرسم الجوا والزخارف الداخلية كلش حلوة. شوفوا بلغاريا عبارة عن حدائق ومنتزهات كلش حلوة، ولما تمشي تشوف كل مكان هاي المناظر الحلوة. أخذكم جولة بشوارع صوفيا. هنا علم اليابان وعلم بلغاريا، اعتقد هاي السفارة اليابانية احتمال، يعني ما متأكد، بس موجود علم اليابان. أجواء كلش حلوة. شوفكم جمال هاي البناية وموقعها، هاي الكنيسة وهاي المبنى ما عرفت شنو. هذا الفندق مشهور انتر كونتيننتال، مكان كلش حلو، شارع حيوي. هذا الشارع بوليفارد بالليل، اجواء كلش حلوه، يسوون امسيات بالشارع. مثل ما تشوفون هذا الشارع كلش حيوي على طول اليوم، صالات مفتوحه والمحلات مفتوحه والناس تمشي بيه. شارع كلش حلو، ضروري يجي على صوفيا يزور. هو طبعا اكثر شارع يعني عندهم مشهور تجي بيه ناس. شوف موسيقى، شوف ناس ترسم بالشارع قاعدين. قعدات خارجية بيه كلش حلوة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو.